ازاي احضر ايس كريم ستيكس بمكونين فقط؟ عندي 2 كيس من كريمة دريم بفليفرز الفراولة، ضفت ليهم ربع كوب من الحليب المثلج، وبعد كده هبتدي اخفق كويس جدا عشان يكون عندي القوام تقيل. هخفق لمدة 10 دقايق عشان عايزة القوام التقيل ده زي ما احنا ملاحظين. بعد كده هجيب الستيكس الخشبية وقمع التزيين. ده الشكل اللي هبتدي اعمله. هبتدي الف الستيكس الخشبية وبعد كده هبتدي اضيف عليها اكياس التزيين، وهعمل وردات او اي اشكال بنفضلها. ده شكلهم هيعمل تقريبا 12 ستيكس، لذيذة جدا. هتقعد في الفريزر لمدة من 4 ل 6 ساعات. اول ما تتجمد هبتدي احوش ورقة الزبدة بالراحة خالص، وبعد كده هبتدي ازينهم بسبرينكلز. ايس كريم لذيذ جدا وسريع، ايس كريم ستيكس، وكمان سهل تحضيره في البيت. هنتقل دلوقتي لايس كريم بطعم الفراولة الطبيعية بدون مواد حافظة. عندي نص كوب من الكريمة الخفق، ضفت ليها 400 جرام من الفراولة المثلجة، وكمان معلقتين كبار من السكر، وهبتدي اخفق كويس جدا مع ربع كوب من الحليب. هخفق لمدة 5 دقايق عشان احصل على القوام الكريمي ده. هبتدي اضيفهم في الفريزر لمدة 4 ساعات. هحصل على قوام متماسك جدا من الايس كريم بطعم الفراولة. ممكن نزينها بشوكليت وايت او ممكن بسبرينجلز زي ما احنا ملاحظين. ايس كريم قوامه مظبوط جدا ولذيذ، وكمان بمكونات طبيعية. جربوا الايس كريم وقولوا لي اي نوع حبيتوه اكتر، ولو انتم جداد متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم على خير في فيديو جديد.